حبايبي اهلا بيكم، وحشتوني جدا. هنحل النهارده الواجب بتاعنا ونعمل تشيك بسرعه عليه، واللي عنده اي ميستيك فيه هيبتدي يصححه معايا. نمبر 1 write the scientific term or the name of each of the following statement. عايز scientific term هنحط كلمه واحده. anything that has mass and occupies space or anything that has mass and volume. طبعا ده كان تعريف مين بالظبط كده؟ ده كان تعريف الماتر. رقم 2 one of the subatomic particles. تمام، اقف عند السب اتوميك بارتكلز. انا عندي 3 في السب اتوميك بارتكلز. عندنا مين؟ عندنا البروتون وعندنا النيوترونز، والاثنين دول جوه النيوكليس. وعندك مين كمان؟ الالكترونز اللي عنده او بيعمل ريفولف اراوند ذا نيوكليس وعنده نيجاتيف تشارج. طيب بيقول لك whose charge is equal to that of an electron amount and an opposite in its type. انا عارف من المعلومات بتاعتي ان النيوترون بتاعي بيكون زيرو تشارج. اللي عندهم تشارج بس في السب اتوميك بارتكلز هي عباره عن البروتون والالكترون. طيب البروتون بيكون كام؟ البروتون بيكون بوزيتيف، اما الالكترون بيكون نيجاتيف. كده هم اوبوزيت في التايب. تمام. طيب بالنسبه للماجنتيود الاثنين بيكونوا 1، يعني ده بيكون بوزيتيف 1 اما ده بيكون نيجاتيف 1. يبقى كمان مره يبقى دوت الاثنين دول بيكونوا opposite in type same in the magnitude. يعني ده واحد وده واحد، بس ده واحد بالنيجاتيف والتاني بواحد بيكون بالبوزيتيف. يبقى الإجابة بتاعتك مين؟ مين اللي بتكون التشارج بتاعته ايكوال للتشارج بتاعت الإلكترون؟ أكيد هيكون البروتون. السؤال رقم 3 chemical compounds used to improve agriculture production. طبعا ده مين؟ ده الفيرتلايزرز، وأشهرها كان التايب اللي اسمه NPK، يبقى fertilizers. السؤال رقم 4 scientist. أنا خدت دالتون وخدت راذرفورد. الساينتست هو proposed that the first scientific theory، أول واحد حط لك scientific theory about the atom وقال لك إن هي بتكون indivisible، يعني I can't divide the atom anymore. ده كان مين ده؟ طبعا أكيد ده كان دالتون. السؤال اللي بعده بيقول لك give reason for the symbol of sodium is Na not SO as expected. خدناها كتير، وقلنا كمان ليه السيمبل بتاع البوتاسيوم بيكون K not BO as expected. الإجابة ديت ممكن بطريقة، يعني بأكتر من طريقة إن أنا أبتدي أحل السؤال ده. أول حاجة الصوديوم بتاعنا ده اسمه باللاتين اسمه ناتريوم. طيب اسمه بالإنجلش اسمه صوديوم عادي. يبقى في دلوقتي في difference between النيم بتاعه بالإنجلش عن الإليمنت بتاعي أو الاسم بتاعه مين باللاتين. يبقى هقول له because its name in English ماله يا ميس differs from its name in Latin which is natrium. يبقى اول ما يجيب لك اي حاجه من دول لازم اقول الاسم بتاعه. طب السيمبل متاخد فين؟ احنا عارفين ان السيمبل او النيمز taken from the Latin name not from the English name, and the symbol is taken from the Latin name not from the English name. هقول الإجابة تاني. تمام. first هنقول له because its first its name in English differs from its name in Latin which is natrium. طب لو جه بوتاسيوم يبقى اسمه كاليوم، طب لو جه ايرن يبقى اسمه فيرولوم. تمام. طيب and the symbol is taken from the Latin name not from the English name. الأسئلة اللي بعد كده complete the following statement. number 1 the smallest subatomic particle according to the mass and its mass equals dot. انا عارف مع بعض انا عندي 3 سب اتوميك بارتكلز، قلنا مع بعض هو عباره عن البروتون وده بتكون الماس بتاعته 1 يو. تمام. اما النيوترون بيكون برضو 1 يو، والالكترون ده الاصغر واحد خالص، وقلنا الماس can be neglected او can be cancelled if it compared with the mass with بتاعه البروتون وبتاعه النيوترون. طب الالكترون الماس بتاعته بقد ايه بالظبط كده؟ كانت 1 over 1836 يو. السؤال رقم 2 phosphorus element is necessary for the plants dots while it dots element is healthy for the growth of the plants. انا لسه قايله لك في الفرتلايزرز انا عندي 3 انواع، ال N وال B وال K. كان عندنا 3، ده عندي ال N
وكان عندي البي وكان عندي الكي. تيجي نفتكر الان ده كان important for ايه؟ بالظبط كده the greening the plant leaves. اما الفوسفورس اللي هو البي ده كان بيعمل strengthening للروتس بتاعه البلانت، والكي كان important for the healthy growth of the plants. طب هو بيسألك على مين؟ بيسألك على الفوسفورس، يبقى دوت اللي كان بيعمل ايه؟ strengthening the roots of the plant. يبقى strengthening the plant roots. طيب while الهيلث بقى growth of the plant، طبعا احنا عارفينه طبعا هو عبارة عن الكي. عايز اكتب بوتاسيوم تمام شغال، عايز اكتب الكي برضو مفيش مشكلة. The chemical symbol of the carbon is dot while the chemical symbol of iron is dot. الكيميكال symbol of the carbon اكيد طبعا هتبقى C capital تمام، while the chemical symbol for the iron is F capital وال E small. بعد كده بيقول لي the nucleus of the atom is positively charged because it contain positively charged dots and neutral charged dot. ديت واحدة من الأسئلة الجيت ريزون اللي احنا متعودين عليها. ليه النيوكليوس of the atom positively charged؟ وكنا بنقول because it contains two types of particles تمام، positively charged protons and neutrally charged neutrons. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان element، اخلي بالي الاتوميك نمبر بتاعه ب 11 والماس نمبر بتاعه ب 23. تيجي نفتكر مع بعض مين هو الاتوميك نمبر ومين هو الماس نمبر. اولا لو انا عندي element مثلا اسمه اكس تمام، اي element السيمبل بتاعه موجود مثلا NaCA، اي element في العالم بالسيمبل بتاعه. انا عندي 2 نمبر بيتكتبوا على الليفت سايد، بس واحد بيتكتب على الابر ليفت سايد والتاني بيتكتب على اللور. طب افتكر كده مين اللي كان بيتكتب فوق ومين اللي كان بيتكتب تحت. اللي كان بيتكتب من فوق ده كان عبارة عن الماس نمبر، واللي كان بيتكتب من تحت دوت عبارة عن الاتوميك نمبر. طب ميس يعني ايه ماس نمبر ويعني ايه اتوميك نمبر؟ الماس نمبر كان عبارة عن the sum of the protons and the neutrons inside the nucleus. طب والاتوميك نمبر؟ الاتوميك نمبر هو عبارة عن number of protons only، وده كان بيساوي number of electrons تمام. يعني ان الاتوميك نمبر ده هو عدد البروتونز، وما ان البروتونز بتساوي عدد الالكترونز تمام، فانا ممكن ابص تحت كده واعرف على طول العدد. طيب بما ان الماس نمبر بتاعي بيساوي 23 تمام، والاتوميك نمبر بتاعي بيساوي كام؟ بيساوي 11. هل تعرف تجيب لي النمبر اوف الكترون؟ بالظبط، ما احنا قلنا هنبص تحت اعرف حاجتين. لو انت بصيت تحت بتعرف الاتوميك نمبر وبعرف البروتون وبعرف الالكترونز. طب انا عايز النمبر اوف الكترونز يا ميس، يبقى بيساوي عدد الاتوميك نمبر اللي هو بيساوي 11. طيب بعد كده بيقول لي نمبر اوف نيوترونز. بجيب ازاي نمبر اوف نيوترونز؟ بص يا ميس، الماس نمبر عباره عن بروتونز بلس نيوترونز، طب والاتوميك نمبر هو عباره عن بروتونز اونلي تمام. طب تعرف تجيب لي بقى عدد النيوترونز؟ طبعا، يبقى النمبر اوف نيوترونز هيساوي الماس نمبر اللي هو عدد النيوكليونز اللي هي البروتونز بلس النيوترونز ماينس الاتوميك نمبر فوق ماينس تحت، هتساوي 23 ماينس 11 ايكوال كام؟ ايكوال 12 نيوترون. يبقى قاعدة ثابتة، لو انت عايز النمبر اوف نيوترونز هات الماس نمبر اللي فوق ماينس الاتوميك نمبر اللي تحت، هتبتدي تعرف عدد النيوترونز. وبطريقة سهلة يبقى النمبر بتاع الالكترونز هو النمبر اوف بروتونز هو الاتوميك نمبر. بعد كده بيقول لي the symbol for potassium is represented by symbol K39 وفوق 19. طيب تعالى نبص كده مع بعض. ادي البوتاسيوم بتاعي اهو. بيقول لي from the previous statement put right or wrong in the front of the following statement. Number 1 the number of protons equal the number of neutrons in the nucleus of the potassium atom. طيب تعالى نطلع الاول النمبر اوف مين؟ النمبر اوف بروتونز. احنا قلنا النمبر اوف بروتونز هو اللي تحت، يبقى النمبر اوف بروتونز equal 19 ده الاتوميك نمبر. ميس النمبر اوف نيوترونز بجيبه ازاي؟ قلنا الماس نمبر اللي فوق ماينس الاتوميك نمبر اللي تحت، يبقى انا هعمل 39 ماينس 19. طيب 39 ماينس 19 ايكوال كام؟ ايكوال 20. يبقى يا ميس هل الاثنين دول ايكوالز لبعض؟ لا، يبقى اول واحده هتكون رونج. السؤال رقم 2 the number of protons in the nucleus of the potassium atom equal the number of electrons that revolve around the nucleus. ده احنا قلناه ان النمبر اوف بروتونز بيساوي النمبر اوف الكترونز بيساوي الاتوميك نمبر. يبقى انا لو جيت قلت لك هل نمبر اوف بروتونز بيساوي النمبر اوف الكترونز بالظبط كده، يبقى العلامه بتاعتنا هتكون رايت. السؤال رقم 3 the mass number of potassium is equal to 19. هل الماس نمبر بتاعه equal 19؟ تعالى نفتكر كده مع بعض. ادي البوتاسيوم الكي
وكان عندي الماس نمبر اللي هو الابر ليفت سايد كانت 39 وتحت على اللور ليفت سايد كانت 19. فبيقول لك the mass number of potassium equal 19. لا والله ده اللي تحت دوت عندنا ده الاتوميك نمبر، ده اللي equal 19. اما 39 ده عباره عن مين؟ الماس نمبر. يبقى دلوقتي الاجابه طبعا هتكون فولس، تمام، لان الايكوال 19 ده الاتوميك نمبر نوت ذا ماس نمبر. السؤال اللي بعده the nucleus of potassium atom contains 20 neutral charged particles. هل النيوكليس بتاعت البوتاسيوم فيها 20 uncharged او neutral charged؟ يعني ايه neutral charged؟ يعني انا قصدي على النمبر اوف نيوترونز. مين فاكر كنا بنجيب النمبر اوف نيوترونز ازاي؟ النمبر اوف نيوترونز كانت عباره عن الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. اي حد عايز يجيب نمبر اوف نيوترونز هات اللي فوق ماينس اللي تحت. يبقى 39 ماينس 19 ايكوال 20 نيوترون، تمام. فهو بيسألك هل فيها 20 نيوترون؟ طبعا هي طلعت فيها فعلا ايه 20. السؤال الاخير سهل جدا، بيقول لي what does it mean when we say that the atomic number of chlorine equal 17 أو ال atomic number of sodium equal 11 ال atomic number of magnesium equal 12؟ أي حاجة كأني بقول لك define ال atomic number. طيب تعالى نعرفه سوا. يبقى it means the number of positive protons inside the nucleus of chlorine equal 17. طب لو كان جه قال لك الماس نمبر يبقى the sum of the number of positive protons and neutral neutrons inside the nucleus equal مثلا 35. يبقى هنا لما اجي اقول لك what does it mean كاني بقول لك define. فانا عايز اعرف الاتوميك نمبر، يبقى it means the number of positive protons inside the nucleus of الاليمنت اللي هو مديهولك قد ايه وحط الرقم بتاعه. اشوفكم على خير في حل ان شاء الله تيست 2.